لو فاكر ان السفر لألمانيا محتاج شهادة دكتوراه او هندسة فانت فايتك كتير. ألمانيا حاليا بتدور على ناس بمهارات عملية اكتر من الشهادات الورقية، والسر كله في كلمة واحدة هي اللغة. في نظام في ألمانيا اسمه أوسبيلدونج، ده باختصار انك بتروح تدرس هناك مهنة تمريض، فني ميكانيكا، شيف او حتى موظف بنك، وبتاخد مرتب وانت لسه بتتعلم. ألمانيا عندها عجز في اكتر من 400 مهنة، ومش محتاجين منك اي حاجة خالص غير مستوى لغة كويس B1 او B2، وهم هيعلموك الباقي. وده مش بس للسفر، ده انت وانت في بيتك ممكن تعمل فلوس. لو مش عايز تسافر فالألماني هو الحصان الرابح في سوق العمل في مصر والوطن العربي. وعشان تقتنص الفرصة دي محتاج تبطل تعمل الغلطة دي. اكبر غلطة بيقع فيها الناس هي انهم بيضيعوا سنين في الكلية وفي الاخر بيكتشفوا ان سوق العمل محتاج لغة. الزتونة بقى هنا، لو استثمرت سنة واحدة بس في الألماني، سنة واحدة بس في الألماني بجد، العائد بتاعها هيكون اكبر من 4 سنين جامعة. ابدأ بقى النهاردة عشان لما الفرصة تيجي تكون انت اول واحد جاهز. الألماني مش مجرد لغة، ده تأمين لمستقبلك سواء سافرت او قعدت. قولي في الكومنتات ايه المهنة اللي نفسك تشتغلها في ألمانيا لو معاك اللغة.